اقولك على حاجة، عايزة تعيشي مرتاحة البال وفي سلام نفسي وفي راحة نفسية، اقطعي علاقتك بأي حد بيتعب أعصابك وبيتعب نفسيتك وجايلك منه صداع، مهما كانت درجة قرابته ودرجة حبك ليه. ما تسيبيش أبدا حد يدوسلك على طرف، ولا تخشي في صراعات ولا في حروب مش تبعك ومع ناس مش شبهك أصلا. نفسك ووزنك وبشرتك وبيتك وابنك أولى بكل دقيقة في حياتك. ما تضيعيش وقتك في المجاملات الفارغة مع ناس في الآخر أصلا منافقين وما بيتمرش فيهم. ولا تحاولي تصلحي علاقات في الاخر حب المصلحة هيجمعها. وحتى لو لقيتي نفسك مش محبوبة من الكل، طبيعي جدا، العين ما تكرهش غير الاحسن منها. وطول ما انت ما بتقوليش للكلب يا سيدي وبتقولي له يا كلب، هتلاقي نفسك مش محبوبة من ناس كتير، عشان مش كل الناس عندها القدرة دي. الكل دلوقتي بوشين، اللي عايشين مع بعض في بيت واحد مضطرين ينافقوا بعض ويبقوا بوشين عشان الحياة تمشي، واللي عايز من حد حاجة مضطر ينافقه ويقوله يا سيدي حتى لو هو كلب علشان ياخد منه مصلحته. والعلاقات 3/4 نفاق، علشان كلنا عايزين من بعض حاجات. نادر قوي لما تلاقي حد مش عايز من حد حاجة وبيواجه اللي قدامه بحقيقهم. فخليكي حقيقية، واللي عاجبه أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يخبط راسه في أقرب وأضخم حيط. وطول ما انت عارفة هدفك وبتسعي وراه عشان تحققيه، محدش هيقدر يكسرك. يا مساء الخير والهنا والسعادة والرزق الواسع عليكم قد وعلى قامت بيوتكم. الصلاة قد قامت الصلاة. على بيوتكم وأولادكم، اللهم آمين يا رب العالمين. معلش يا بنات، أنا عاملة برنامج مؤذن على التليفون، فهو بيجيب لي يعني إشعارات بالصلاة مش كده يعني. الحمد لله، ده كان إقامة الصلاة بتاعت المغرب، والحمد لله صليناه، وألف حمد وألف شكر ليك يا رب. المهم نبتدي الفيديو بتاعنا ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة المغرب بالذات بتبقى غريبة كده يعني، اللي هو لو اتأخرتي بس ثانية ولفيتي تحسي ان العشاء بتأذن بعديها على طول. فلازم دي بالذات متأخريش عنها ابدا، والله العظيم بحس ان هي لا، اما بسرح في حاجة لا قدر الله يعني، خلاص بتلاقي العشاء أذنت عليكي، وبحس بعدم راحة كده. فأهم حاجة الواحد يصلي الصلاة في وقتها على قد ما يقدر. زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت زي ما انتوا وريتكم في اول الفيديو، عامله النهارده اكل خفيف، لان كان عندي شغل كتير جدا جدا هنعمله مع بعض، وشغل كمان انا هعمله لوحدي بره الكاميرا. يعني انا عندي شغل المطبخ هعمله معاكم اهو، والشغل التاني بقى اللي بره عشان يعني ما اطولش الفيديو. وطبعا هينزل لكم حاجات في فيديوهات تانية باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا هنا عملت كشري اصفر زي ما وريتكم، اللي هو العدس الاصفر والرز، وعملت بيض مسلوق، وبحمر بطاطس اهو. كنت عامله فول مدمساه كده. وهبتدي بقى اللي انا كنت ناقعاه معاكم في فيديو من الفيديوهات قبل كده، مش عارفه الفيديو ده نزل ولا لسه، والله العظيم ما انا عارفه، الفيديوهات عندي متلخبطه خالص. فهنشوف، بس ده فيديو الشغل امبارح بالظبط، يعني ده اللي انا عملته امبارح. المهم كان عندي الليمون الكيلو ب15 جنيه زي ما قلت لكم، اللي هو مش متنقي، واللي متنقي ب20 جنيه. بصوا بقى الجمال، الليمون النهارده تحفه ونقاوه وزي الفل ب15 جنيه. شفتوا بقى؟ فالمهم رحنا جايبين كده 2 كيلو، 2 كيلو 5 كيلو، ركزي يا وش. جبت كده 5 كيلو، وزي ما انتوا شايفين نقعتهم كده، غسلتهم يعني كويس جدا، مش نقعتهم يعني، غسلتهم مرة واتنين وصفيت منهم المية كده مرة واتنين وتلاتة وخلاص. هو الليمون ما بيبقاش متبهدل قوي يعني. صليتي معايا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت عليه حبة مية، ورحت بقى مولعة عليه على النار. هنعمل بقى؟ خلاص هنا انا دمست الفول. بدمس الفول ده ازاي؟ هتضحكوا عليا. الناس كلها بتنقع الفول وتاني يوم تحطه على النار تسويه وتحط الحبشتكنات بتاعته. انا سبته 3 ايام منقوع، كل يوم اغير له ميته مرتين واسيبه، مرتين واسيبه، اقسم بالله يا بنات زي ما بقول لكم كده. لان انا كل ما دبس فول في البيت بلاقي لونه اسود، بيغمق قوي، بيبقى بني غامق. فمهما عملت، حتى لو حطيت اللي هم بيقولوا عليه كله العدس والبصل، وحطيت عدس وكبشة عدس كده وبصلاية وطماطمتين، بس هو ده اللي انا بحطه. في بقى بيحطوا لون، بيحط حبة كركم
كده. انا بصراحة حطيت يعني رشة كركم، وسبته بقى على نار هادية كده يستوي مع نفسه. وبعد كده رحت ايه واخداه وضرباه بالهاند بلندر، ما خليتوش ناعم يعني كريمة زي العدس مثلا، لا، عطيت له بس ايه يعني كسرته كده، وهبتدي اعبيه بقى زي بتاع الفول في اكياس. تمام يا حبايبي. وعلى قد بقى استخدامك كده بتعبي، جبت اكياس تلاجة اللي هي الوسط خالص، وابتديت بقى ايه اعبي فيها كده كبشتين في كل كيس، كأن الكيس اللي احنا بنشتريه ب10 جنيه من الراجل بالظبط، وبتبقى منه كمان. فاحنا ايه يعني زي ما الراجل بيحط كبشتين كده انا عملت. هعمل بقى الكمية بتاعتي. اسهل طريقة تعبي بيها صلصة او تعبي بيها اي حاجة سايلة كده، انك تجيبي حاجة صغيرة زي الدرق بتاع الهاند بلندر ده وتعبي فيه كيسة، وتيجي معبية فيه واخداها ايه على طول مكيساه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا النهاردة حبة شغل محترمين والله العظيم. وبقى ريحة الفول اللي يعني بابانا ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر، داخل من شغله النهاردة يقول لي انتي بتسلقي بتسلقي لحمة بلدي، اقسم بالله قال لي كده من ريحته وجماله. ما كنتش عاملة حاجة يعني، هو كنت عاملة البصلاية وطماطمتين، بصلاية كبيرة كده وطماطمتين وكبشة عدس، عشان انا عاملة ما شاء الله بتاع كيلو فول. هنا البطاطس خلاص كانت اتحمرت اهي، وطبعا كمية الفول اللي انتوا شفتوها دي اللي طلعت معايا هروح بقى ايه احطها في الديب فريزر. هنا الليمون كان اتسلق، اول ما بيتفتح كده اول ما تلاقيها اتخرمت الليمونه كده خلاص هي غلوه، والتانية وبتيجي طافيه عليها على طول. ببرده طبعا تحت الحنفيه كده، وبسيبه بقى ايه بغير له الميه مره واتنين. هنا خلاص بقى كان ابني جاع، فابتديت ايه اغرف له الاكل بتاعه كده، لان دلوقتي ايه يعني احنا ما بنتجمعش، كل حد بيجي بغرف له الاكل بتاعه ياكل، اللي موجود في البيت بغرف له كل واحد ايه يعني ما فيش ساعة محددة، لانهم ساعات بيبقى في حد منهم في البيت فعايز ياكل جعان، فمش هذنبه بقى لحد ما اللي بره يجي، اللي جعان بياكل. فهنا بحضر له بقى كده الاكل بتاعه. شفتوا بقى الكشري مفلفل وجميل ازاي. وهعمل هنا 3 بيضات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان كوكي هتاكل معاه فعملت لها واحدة ويا رب تاكلها. وهعمل مش عارفة ليه الأطفال بجد بيكرهوا البيض، حتى حطيت على واحدة ملح بس، والاتنين التانيين ملح وفلفل أسمر وحبة بطاطس كده وإيه، وهحطهم. وهجيب بقى السلطة الجميلة اللي احنا عاملينها، قطعنا خيار وطماطم وبصل. حابة انتي تحطي عليها حتة دقة يعني رشة كمون، فصين توم، حبة ملح حطي. مش حابة، انا بقى النهاردة ما كنتش حاطة عليها اي حاجة ولا حتى الليمون. ليه كانوا عايزينها كده؟ انا بعمل حسب الطلب اهو. ده شكل الغدا كده بألف هنا وشفا على قلبه يا رب. خلاص خلصت دخلت له بقى يتغدى، وجيت بقى ايه للفسيخ بتاعنا. ده المقطع ده انا عاملاه من امبارح، من امبارح يعني مثلا لو انت عملتيه الساعة 6 بالليل تبدأي تملحي فيه الساعة 6 تاني يوم بالليل. كده. فمثلا احنا عملناه اهو. ده الشغل ده انا بس حاطه لكم المقطع، حتى هتلاقوني كنت منزلاه في فيديو قبل كده بتاع امبارح اهو. مسكت بقى كده زي ما انتوا شايفين الفسيخ بتاعي اللي انا جايباه، ال3 فسيخات اللي انا هملحهم، وابتديت بقى احط ايه مناديل. طبعا انا كنت غسلته وهو يعني بمسك الديل من فوق والراس تبقى تحت واشطفه، واسيبه بقى يصفي ميته خالص، وببتدي بقى انشفه واحط مناديل في كل الخياشيم بتاعته، بدفس فيها مناديل زي ما انتوا شايفين كده وانشفه، واحط تحت بقه كده مناديل برضو عشان لو في حاجة تنزل كده ايه على طول. وهسيبه بقى كده لتاني يوم على وضعه ده في نفس الميعاد، يعني هتسيبيه 12 ساعة. تمام. بصوا بقى تاني يوم نشف وتحسي ان هو اتحطب بقى عامل زي الحطب كده اهو. ده تاني يوم بصوا هتلاقيه ناشف جدا جدا جدا. هنبتدي بقى ايه نشيل كل المناديل وكل الدنيا دي، ولو في اي ميه اي حاجه هبتدي اعمل تاني انشف فيه، المهم ما يكونش فيه ولا نقطه ميه عشان ما يخسرش مننا. خلاص.
بصوا ناشف جدا جدا. حتة بقى انك تكسريه وتعملي مساج ومش مساج والكهن ده ما اعرفش يعني، ماليش فيه. ما عمل، انا طول عمري بعمله ما عملتش كده ابدا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هبتدي بقى ايه املحه. جبت ورق استرتش كده وملح. طبعا يفضل انك تجيبي ملح خشن، لكن انا للاسف ما لقيتش حد يجيب لي. فايه يعني ما كانش في حد فيهم ايه عايزين استنى تاني، ومش هينفع اتاخر عليه اكتر من كده. بس كده. فبمسك بقى الملح. انتي ممكن تحطي شطة ناشفة وممكن تحطي كركم، بس انا ما بحبش احط كركم ولا اي حاجة خالص. ملح وبس، وملح عادي من ناعم كمان. انا طول عمري بعمله بالملح ده. ليه بقى؟ عشان بيطلع معانا مش حادق شرش، وما بيطلعش يعني بيطلع نص نص مملح كده، عشان ما نتعبش منه. بيبقى مملح وكل حاجة وزي الفل، بس بيبقى كده يعني. تمام زي ما احنا بنحبه بنعمل. ممكن تحطي حبة شطة ناشفة برضو يديكي تست كده ايه حمو شوية. بس انا بعمل اللي انا اتعودت عليه واللي انا بحبه. باخد بقى النخاشيش كده ادفس فيها الملح، وبق السمكة كمان كده. تمام التمام. افتحي بقها كده واحشيه ودفسي الملح على قد ما تقدري. تمام. رش خفيفة خالص كده. وباجي بقى ماسكه الاسترتش بتاعي ده، واكمر بقى الثلاث فسيخات دولت، اكمرهم كمره محترمه كده. شوفوا معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هاتين لف لف. بصوا بكره الاسترتش دي انا هخلصها عليهم. لو عندك بقى اكياس حضري لك كده 15 كيس عبي فيهم، من الكيس ده للكيس ده. اهم حاجه ما يكونش فيهم هوا ابدا ابدا ابدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يمين وشمال وفوق وتحت. وبصوا يعني هطلع عينه لف، لان بصراحة ما كانش عندي اكياس خالص ان انا اعبي فيها، وما فيش قدامي غير ورق ايه الاسترتش ده. فتمام قوي زي ما انتوا شايفين كده. توصي على قد ما تقدري. عندك اكياس حطيهم بقى في يعني المهم عبيهم كويس جدا، لان هو كده كده بينزل ميه. ولما تيجي تشيليهم كمان تحطيهم في بلاستيكه في اي حاجه، بس زي ما هم نايمين كده يعني، ما توقفيهمش ولا لا، زي ما هم نايمين كده. وكل فتره تقلبيهم وهم في الكيسه. يعني انت لو حطيتيهم بعدله معينه تيجي قلبها على الجنب التاني. فاهمني كده؟ مش تقلبيهم ان انت تفكيهم وتقلبيهم، لا ما تجيش جنبهم بقى خالص غير ان شاء الله ما نيجي نفتح. وباللزق كده بقى يا ست انا ادي اديله. بس بصي حنطناه بقى فعلا فسيخ فرعوني اهو. خلاص كده يا سيدي يا سيدي. هحط بقى تحتيهم صينية وهرفعهم فوق الدولاب بتاع المطبخ، يا اما تحت الحوض يا اما في اي مكان كده ايه حطيهم فيه. ماشي. يقعدوا قد ايه بقى؟ يعني اليومين دول كده ممكن يقعدوا 15 يوم. لو في الحر 12، 10 ايام. وفي كمان بيقعدوا 6 ايام على فكرة. انا في سنة عملت الفسيخ قعدته 6 ايام واكلت منه، عشان كان في الحر. لكن في الوقت ده لا، يعني 15 يوم، 20 يوم يبقى زبد اكتر واكتر، وبقى زبدة كده. هنا كان عندي عصفر وحبة البركة، وحطيت عليهم معلقة هريسة شطة، وحضرت كده بتاع ربع فلفل حامي كنت جايباه، ولقيت نفسي عندي في التلاجة. فقلت ايه تعالى اما ملحك وتشطشط لي الليمون كده، عشان يبقى ليمون ايه يعني على ابوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رحت ماسكه بقى الليمون، بقيت احط حبه ليمون وحبه من الخلطه بتاعتي اللي هي حبه البركه وعصفر وملح وهريسه شطه. احط بقى حبه ليمون وحبه فلفل اخضر وحبه خلطه من اللي احنا عاملينهم دول. كله ببركة ربنا يعني. قولي بسم الله كده واعملي، والله العظيم ببركة ربنا. لا اعرف، لا ما بعرفش اعمل بالمعايير يا بنات والله، وبالاحساس كده زي ما بيقولوا. تمام اهو.
حبة فلفل وحبة ليمون وحبة خلطة من اللي احنا عاملينهم. دولت 5 كيلو ليمون، البرطمان اخدهم 5 كيلو، ما شاء الله، الله اكبر يعني. يعني انا مستغربة، بس هو عشان اما استوى بقى مخلي كده شوية، فبقى يعني ايه مفعص كده شوية، بس انا ما سويتوش قوي. اهم حاجة ان الليمون ما يستويش قوي. احط باقي الخلطة بقى كده واجيب بقى مية واعبيها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احلى حاجة في البيت لو طبق مكرونة بالصلصة كده وجنبه حتة ليمونة، هتعدي يومك وهتتغدي. بيأكل بجد، بيأكل. طبق فول جنبه ليمونتين كده زي الصبح، يا سيدي، فلافلاية وتاخدي ليمونة كده عليها في سندوتش، تقفي على رجلك من الأكل. خلاص جبت كيسة بقى، وبعد كده رحت ايه قصة زيادة عشان ما يبقاش شكلها وحش، وهبتدي اقلب الليمون ده بقى ايه يمين وشمال، شمال واليمين، هعمل فيه كده وهبيته ليلة على بقه، يعني هتن قلباه كده وبيته ليلة بالوضع ده، وتاني يوم بقلبه. تمام. طبعا انا بقى كان عندي مقطع المفروض ان انا مفصصه فيه التوم في يوم تاني، يعني كان في ليلة تانية، والمفروض تاني يوم اللي هو ده اللي انا بشتغل فيه ده بمسك التوم بقى ايه افرمه كده، التوم اللي احنا اشتريناه مع بعض امبارح او اول امبارح بقى. تمام اهو. هنا بقى ايه مسكت الليمون عدلته خلاص اهو، وهبتدي اشتغل في التوم بتاعي. طبعا انا فصصت التوم ومية مية. انا كنت اصلا مخزنة قبل كده 10 كيلو، وجبت كمان 10 كيلو. ده اول جزء منهم، ده جزء منهم، يعني انا ايه مش هعمل طبعا، مش هفرم كله معاكم، انا بوريكم بس انا عملت ايه. محضرة علب طبعا اي حاجة، بس التوم ما تحطوش في اكياس في التلاجة من غير ما يكون في قلب علبة. ليه؟ هتلاقي التلاجة كلها مهما كانت نفرست ومش عارف ايه، مهما كانت هتلاقي التوم قلب ريحة التلاجة. انا كمان ما بحبش ايه التوم يكون معجون زيادة عن اللزوم، ولا يكون خشن زيادة عن يعني معقول، بحبه يكون معقول. ما تحطيش ملح ولا تحطي زيت ولا تحطي، يعني اللي متابعيني من القناة الكبيرة الله بقى يمسيها بالخير، من القناة اللي قبل كده، هيعرف ان انا عمري كله وبفرزه معاكم بالطريقة دي، ولحد اخر معلقة توم في السنة او بعد السنة كمان بيقعد معايا، عمره لا لونه غير. وبوريكم كل مرة بستخدم فيها بقول لكم شايفين شكل التوم عامل ازاي، ابيض زي القشطة. الله اكبر الله اكبر، عمره لا غير لون ولا عمل حاجة. واخواتي اللي معايا من القنوات اللي قبل كده هيعرف كلامي ده. اهو بصوا مسكته فرمته، ما بحطش اي حاجة يا بنات، لان الملح بيأكسد التوم وبيخلي لونه يخضر، ولو سبتيه بره يصفر، حاجات غريبة كده. فعلى ايه التوم على ابوه على وضعه، وبحطه في كيسة كده واجي فرداه. اه يا حبيبتي هعملهولك مع سمك مشوي ان شاء الله. خلاص كده زي ما انتوا شايفين، امال بتقولي الله جبتي خرشوف يا ماما، عشان انا ولادي بيحبوا الخرشوف بالطريقه بتاعت امي الله يرحمها، بيحبوه محشي كده كزبره بالتومه كده. هعمله معاكم ان شاء الله في فيديو تاني، اما اعمل ان شاء الله اما اجي اعمله هعمله معاكم. طريقته حلوه قوي يا بنات، هيعجبكم، هتتجننوا على طعمه. المهم خلينا في التوم. حطيت بقى التوم كده، كل كيس بحط فيه 3 معالق 4 معالق، وبفرده كده. تمام. بعد كده بتنيه بقى على 2 واحطه في قلب العلبة. يعني احنا لسه العيش حتى ما أذنتش، والواحد عشان بيصحى من قبل الفجر بنص ساعة النوم كبس خالص. المهم بصوا 3 4 معالق كده، وباجي ايه فرداه في الكيسة، وباجي مطبقاه زي ما انتوا شفتوا. واهم حاجة بعد ما تعملي العملة دي تيجي ماسكاهم بقى في علبة تلاجة كبيرة، في علبة عندك، المهم لازم يكونوا موجودين في علبة محكمة كده عشان ما يعملش ريحة في الديب فريزر بتاعك. اهو تيجي بقى تطلعي منه تكسري كده الحتة بحتتها وخلي كيستك تاني زي ما هي.
انا كمان مفرزه توم في علب اللي هي العلب بتاعه الاكل اللي بتشرى فيها مفروم، بتشرى فيها كبده. الحاجات دي بمسكها اغسلها كويس جدا 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 وبنشفها، وطبعا بتبقى متصفيه ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه، وبتعبي فيها ايه ده باقي التوم. بس كده هوريكم بقى العلبه بعد ما رصيت فيها كل الدنيا دي. حاجه كده يعني ايه عسل اهو. هما دول كده بس كده، وهقفل عليهم واشيلهم، وهكمل بقى ايه